الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمع الحضور بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى هذا الكرم نشكروه ونقول له ربي يبارك لك في رزقك وفي أهلك وفي وليداتك وفي مالك، وربي إن شاء الله يجازيك عنا كل خير. بالنسبة للأخ نهنو جلفة قبل ما نهنو هو نهنو جلفة على هذا المولد الإعلامي الجديد اللي يتمثل في جريدة الخيمة الإلكترونية. واقع هذا راه مكسب للجلفة، ماهوش مكسب المجموعة الخيمة، ولا مكسب للجلفة كصرح إعلامي جديد يعتني بشغالة المواطنين ويرفع اهتمامات المواطنين ويعمم الفائدة على الجميع، يفتح مجال للنقاش ولتبادل الأفكار ما بين المواطنين وما بين السكان الجلفة كبلدية وجلفة كولاية. هذه الولاية التي ربما تحتاج إلى المزيد من هذه المواقع الإلكترونية بسكانها ب 400,000 ساكن كبلدية أو 1,200,000 ساكن كولاية. تتطلب المزيد من المجهودات في الجانب الإعلامي حتى تواكب العصر وتواكب العصر المعلوماتية. بالنسبة لسؤالكم وهو المتعلق ببرنامجنا التنموي للعهدة الحالية اللي هي عهدة 2012-2017، الجلفة كموقع جغرافي هام، الجلفة كتعداد سكاني بالنسبة لبلدية جلفة ب 400,000 ساكن تحتاج إلى الكثير والكثير، تحتاج إلى المجهودات، تحتاج إلى الهياكل، تحتاج إلى الإنجازات. هذه الاحتياجات لا تتحقق إلا تضافر الجهود ما بين المنتخبين وما بين السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي وما بين المواطنين بجميع أطيافهم. الجلفة اليوم عندها كما يقال عندها نظرة استشرافية بعيدة المدى، خاصة في الجانب التكفل باحتياجات اليومية للمواطنين ومتطلبات اليومية للمواطنين من مهام تقليدية أو ما يسمى بالمهام التقليدية للبلدية، وهي التكفل بالجانب البيئي والجانب النظافة والجانب الإنارة العمومية. اليوم الجلفة هناك مشروع كبير وكبير جدا نحن في طور التحضير له، وهو التكفل بالإنارة العمومية على مستوى جميع الأحياء. قد لا نغطي 100%، ولكن قد نغطي أكثرية الأحياء التي تعاني نقص. ربما في اللحظات هذه بالذات هناك مجموعة تراقب وتتفقد الأحياء والشوارع التي تعاني من هذا النقص في جانب الإنارة. أيضا هناك الجانب البيئي والاعتناء بالبيئة. هناك الكثير من العمليات التي تنطلق في الأيام القادمة، وهي عملية الاعتناء بالمساحات الخضراء وعملية التشجير. ولا يخفاكم أن الجلفة تعاني الكثير من هذا الجانب، وهو التقصير في الجانب البيئي والجانب الاعتناء بالمساحات الخضراء والاعتناء بالشجرة. هناك أيضا في المهام التقليدية للبلدية هي الطرق وسيارة الطرق. وفي هذه اللحظة بالذات مررت مع الزملاء في مراقبة أشغال تعبيد أو صيانة الطريق على مستوى مسجد سيدي نايف. هناك الأشغال في هذه اللحظة أشرفنا عليها شخصيا من أجل الإسراع في إنجازها. هذه العملية التي معطلة منذ أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر. في هذه اللحظة بالذات هناك أشغال تدخل في المهام التقليدية البلدية، وهي الاعتناء بالطرق وبصيانة الطرق. وهناك الكثير من المهام التقليدية
أما في المهام التي تواكب سنة 2012 هناك الاهتمام بالجانب الفكري والرياضي، تطوير الفكر بالنسبة للمجتمع، وتطوير الأداء الرياضي بالنسبة للفئات الشابة. في هذه النقطة بالذات هناك لجنة أنشئت على مستوى البلدية، وهي لجنة النشاط الثقافي التي ننتظر منها الكثير، وهي تفعيل الحراك الثقافي والنشاط الثقافي من جانب التعريف بتاريخ المدينة وبأعلام المدينة وبشخصية المدينة وبمجاهدي المدينة وبشهداء المدينة. إذن تفعيل الحراك الثقافي، وذلك بإنشاء لجنة النشاط الثقافي. وعندنا اليوم في الجلفة عندنا قاعة من أحسن القاعات على المستوى الوطني كهيكل يمكنه أداء الوظيفة. نفس الشيء بالنسبة لتنشيط الجانب الرياضي، والجانب الرياضي يتطلب إلى الهياكل، وهناك مشاريع كثيرة من أجل إنجاز ملاعب جوارية على مستوى الكثير من الأحياء، ملاعب مشوشبة على مستوى حي شقيبارة، حي عين الشيخ، حي مئة دار، حي بوتريفيس، حي قناني، إضافة للملاعب الترابية وما يسمى ملاعب مدى التيف. هناك الكثير من المواقع، إضافة إلى التدعيم المالي للفرق التي تحقق إنجازات وتحقق نتائج. إضافة إلى الجانب العمراني، هناك عملية كبيرة على مستوى مدينة الجلفة، وسط مدينة الجلفة، وهي تحسين مظهر تحسين العمراني لواجهات المدينة على مستوى حي البرج، وعلى مستوى حي وسط المدينة، على أحياء وسط المدينة، من أجل إعطاء وجه عمراني لائق يليق بعاصمة الولاية. إضافة إلى هذا هناك مجهودات كبيرة من أجل تحسين الأداء الإداري، وخاصة على مستوى الفروع الإدارية، من أجل التكفل بالانشغالات للمواطنين. إضافة إلى هذا هناك أفكار ومشاريع من أجل تحسين الخدمات على مستوى الأسواق، وتنظيمها تنظيما يليق دائما بعاصمة الولاية. هناك الكثير من المشاريع والأفكار التي ستلقى إن شاء الله تكاتف المجهودات ما بين السلطات المحلية وما بين المنتخبين المحليين وما بين المواطنين، من أجل إعطاء الصورة الحسنة على الجلفة. اليوم الأسواق الجوارية، هناك أسواق جوارية على مستوى حي 5 جويلية، هناك سوق جواري في طريق الإنجاز على مستوى حي بلغزال، هناك سوق جواري على مستوى حي بحرارة، هناك سوق جواري على مستوى حي زريعة، هناك سوق جواري على مستوى حي عين شيح. هذا كله يدخل في إطار تنظيم المدينة وإعطاء الصورة اللائقة لعاصمة الولاية. هناك أيضا الأقطاب العمرانية الجديدة على مستوى بحرارة وعلى مستوى بن سعيد، من أجل دائما فك الضغط على جهة معينة أو على منطقة معينة، ما بين تدخل في إطار التوازن ما بين الجهات. أيضا هناك بالنسبة للجانب التربوي هناك مجهودات ستبذل إن شاء الله في مجال تجهيز المدارس الابتدائية بما يتطلبه التجهيز العصري، وخاصة على مستوى صبورات الأقسام أو صبورات التعليم. هناك أيضا على مستوى المناطق المعزولة التي تعاني من شدة البرد، وخاصة الجلفة معروفة بشدة. هناك أيضا فكرة ستنجز إن شاء الله في القريب العاجل بالاتصال مع مديرية وحدة نطال، وهي تزويد تلك الابتدائيات، وخاصة عندنا 3 ابتدائيات كمسكة والزينة والنقازية بصهاريج غاز البروبان، من أجل حل المشكل النهائي
للتدفئة على مستوى هذه المؤسسات. هناك أيضا النقل المدرسي على مستوى هذه المناطق المعزولة من أجل تمدرس أبنائنا في أحسن الظروف على مستوى المتوسطات وعلى مستوى الثانويات. إذن هناك الكثير من البرامج التي ستنجز بإذن الله. دائما أقول بتضافر الجهود من أجل دائما تقديم صورة أحسن عن الجلفاء، وخاصة أنها عاصمة الولاية. وهذا رجع بدرجة أولى إلى قدم القنوات أو إلى قدم الشبكة كما لا يخفاكم تعود إلى الستينات والسبعينات، وتمت عشوائيا بدون دراسة. هناك دراسة من طرف شركة فرنسية ما تسمى شركة صافيج. هذه الشركة أو هذه المؤسسة أكملت الدراسة. نحن في انتظار الانطلاق في إنجاز أو تجسيد الدراسة على أرض الواقع بإذن الله، مع إنجاز هذه الدراسة على أرض الواقع في القريب في 2013 إن شاء الله سيتم لا أقول سيتم التكفل 100% بمشكل الماء، ولكن ربما ستتحسن بنسبة كبيرة جدا 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 تزود السكان بالماء، لأن قدم الشبكة يؤدي إلى تسرب، قدم الشبكة يؤدي إلى اختلال في الضغط ما بين شارع وشارع وما بين حي وحي. قدم الشبكة لا يتناسب مع حجم الضغط على مستوى الخزانات. في هذه الأمور التقنية تكون عملية إنجاز الدراسة على وتجسيدها في أرض الواقع تكون فعالة وفعالة جدا. بالنسبة للجزائر البيضاء ورشات تقدم من طرف مديرية نشاط اجتماعي، تقدم الإضافة لعمل النظافة على مستوى البلدية. أي حي يعاني النقص تتدخل فرق الجزائر البيضاء من أجل تغطية ذلك النقص، لأن عملية النظافة تتكفل بها مصالح البلدية وليس الجزائر البيضاء. الجزائر البيضاء تدخل في إتمام أو في عمل تكميلي لعمل عمال البلدية. إذا كان هناك نقص يطرح النقص على مصالح البلدية ويتم التكفل. هناك عمليات تجرى على مستوى بعض الأحياء في إطار حملات النظافة. في حي سوميزون كانت عملية كبيرة على مستوى الساحة المجاورة للابتدائية الدروازي. ربما راك ما لاحظتش الساحة الدروازي مقابل الساحة الدروازي يوميا ترمى القمامة الصلبة والمنزلية يوميا، ولكن بفضل المجهودات أنك ربما تلاحظ الساحة أنها في تحسن كبير جدا. حقيقة هناك مشكلة على مستوى حي سوميزون بالنسبة للنفايات الصلبة، بقايا البناء وما شابه ذلك، ولكن بالمجهودات اليومية يتم التكفل بالمشكل. إن كان هناك نقص فعلى أي مواطن، لا أقول رئيس حي ولا أقول مدير مؤسسة ولا أقول أي مواطن يلاحظ أي مشكل يبلغه المصالح المعنية وسيتم التكفل به، إما بواسطة الجزائر البيضاء وإما بواسطة فرق النظافة البلدية. الوقود بالنسبة لحي ساميزون حي بلاد نقولوا بلي راها مجهولة ونقولوا بلي راها حوصل على حل. الحل بالنسبة للعقود لمستوى الأحياء القديمة هناك مداولة من البلدية. أي مواطن عنده سكن يسموه البنايات القديمة، أي مسكن قديم عنده ساكن تاعو عنده صاحبه يقدم المصالح البلدية دفع حقوق رمزية من أجل إصدار عقد ملكية لصاحب السكن. صح كاين مشكلة قلنا كاين عندنا مجهول
المجهول إذا كان خضعت إذا خضعت للمسح، أي جهة خضعت للمسح، وأثناء عملية المسح المصالح المعنية وجدت السكن مجهول أو القطعة الأرضية مجهولة، تذكر على أساس أنها مجهولة، تحول ملكيته باسم البلدية، وعندما يظهر صاحبها يتم تحويل الملكية ما بين البلدية وما بين المعنى.